السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. عايزه اقولك بقى اللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك معايا وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتحط لايكاتك الحلوة الجميلة يشجعوني. يلا يا حبايب قلبي بلايكاتكم. آه المنظر اللي انتوا شايفينه دوت يا حبايبي، طبعا انا البيت بتاعنا وكده وسط اللي هي الاراضي الزراعية. ما شاء الله. عايزه اقولك كده لما بتقومي كده من النوم الصبح تفتحي الشبابيك بتاعتك، تشوفي اللي هي المناظر الطبيعيه، تشوفي بقى اللي هو الارض وتشوفي الخضره وتشوفي حاجات جميله قوي في الارض. ما شاء الله. آه يعني كل يوم الصبح كده انا من النوع اللي انا بحب ان انا اقوم من النوم الصبح افتح الناس الشبابيك بتاعتي. لما اللي بعد الظهر كده، بعد كده بقى ايه، بعتم الشبابيك بتاعتي. بس في الصيف بقى طبعا بسيب الشبابيك بقى مفتوحة بتاعتي من الصبح مثلا، لما في السهرة بالليل بقفلها، عشان بقى ايه طبعا الشقة يكون ايه، يدخل لها هوا وطراوة وكده، ما يكونش ان الدنيا حر. يعني ممكن افتحها بس الصبح تتهوى، وبعد كده بقى ايه بعد العصر بقى قرب المغرب كده بتلاقيني بقى فتحت الشبابيك تاني، بحيث الهوا ايه يخش لي الشقة وكده، وتحس ان الشقة رطبة وجميلة. طبعا بقى وديت اللي هي المناظر الطبيعية. طبعا الاراضي اللي انتوا شايفين فيها متعبي فيها مية ديت، طبعا دي هتبقى اراضي رز. ديت هتبقى ايه، طبعا اراضي اللي هي الاراضي الرز. طبعا الناس بتجهز اللي هي الارض الرز وكده، بيعبوها الاول، بتتملى مية الارض، وبعد كده بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده الناس ايه بتجهزها وكده. وادي طبعا ده الجنينة اللي جنب البيت بتاعنا وكده. ما شاء الله المناظر الخضرة، ما شاء الله مناظر الطبيعية بتبقى حلوة اوي 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 بجد. بتحسي كده اللي براحة نفسية طبعا اما بتشوفي منظر الخضرة بالذات كل يوم الصبح. طبعا ادي الناس بتجهز بقى اللي هو الرز طبعا والسما صافية اهيت وجميلة. ما شاء الله تحس ان الجو ربيع، زي ما بيقولوا الجو ربيع قفل على كل المواضيع. وادي ادي المال الحلال اهو. طبعا ديت البصل اللي هو ان احنا بنجيبه بنشتريه يعني وكده، بس بنجيبه ونحطه مثلا على السطح وكده. طبعا لازم اللي هو ايه ينشف ده الاول، لان كنت جايبينه اخضر خالص. طبعا احنا بنحط كده على السطح لما بينشف خالص، وبعد كده بقى تلاقيه اللي هو نشف، بعد كده بنخزنه بقى طبعا. بنجيب مثلا نحط تحته قش، وبعد كده بنرصه واحدة جنب واحدة كده، وبنغطيه بالقش كمان. بيفضل طبعا من السنة للسنة. طبعا انا كنت على السطوح بتاع السطح بتاعنا وكده. وقلت لازم ان انا اعمل لكم فيديو على المناظر اللي انا شفتها، مناظر جميلة جدا ما شاء الله. آه زي ما انتم شايفين كده ديت الاراضي دي كلها هتبقى ايه اراضي رز. طبعا معظم عندنا البيوت كلها ايه حوالين الارض وكده. ما شاء الله. عايزه اقول لكم يلا يا حبايب قلبي، اللي مشتركش معايا في القناه يشترك معايا وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتحط لايكاتك الحلوه الجميله. ما شاء الله ادي منظر السماء والخضره والاراضي، مناظر طبيعيه جميله قوي قوي بجد والله العظيم يا حبايب قلبي. اه ما شاء الله. انا بحبكم والله يا حبايب قلبي في الله. طبعا لو انا ما عملتلكوش انا بعمل فيديو كل فتره كده، يعني مش ما عدتش بعمل كل يوم فيديو، قعدت بعمل كل 3 ايام فيديو، كل يومين فيديو. ببقى بصراحه يا حبايب قلبي بيبقى غصب عني بس وكده. بس ان شاء الله بعد كده كل يوم ان شاء الله هنزل لكم فيديو ان شاء الله. طبعا بقى ايه زي ما انت شايفه بالشكل دوت كده، دي منظر ايه المناظر اللي هي الطبيعيه. ما شاء الله المناظر الطبيعية دي الوحيدة كفاية بجد. يلا يا حبايب قلبي شجعوني بلايكاتكم وبالاشتراك بتاعكم. اللي ما اشتركش معايا يشترك معايا وتفعل الجرس وتحط لايكاتكم الحلوة الجميلة. وقولولي ايه رأيكم في المناظر الطبيعية دي، قولولي ايه رأيكم في الكومنتات. ما شاء الله. ماشي، مع السلامة يا حبايب قلبي.